دابا انا لاحظت واحد القضيه، يعني ما فهمتش انا علاش ما كديرولناش لايك، علاش ما كديرولناش لايك، علاش زعما علاش السببات ما فهمناش. وفين الاخوان بخير عليكم كلشي مزيان، نتمنى كلشي يكون بخير وكلشي وهداك، وتحياتي لكم، شكرا بزاف على المشاهده تاعكم وعلى اللايكات وعلى اي حاجه كديروا معنا، تحياتي لكم. نبداو مع الفيديوهات وما نساوش ديروا لنا التعليق، شي فيديوهات اللي بزاف كاين شي كوارث في الجزائر وحاجه باينه حتى حنا عندنا. المهم مجموعه من ديال الفيديوهات نشوفوها. اليوم في الدار البيضاء، يعني تبارك الله واحد الشتا اللي كثير عيال بصح، والله يرحمنا ويرحم الجميع، ويا ربي ما يكون لا خسائر لا حتى حاجه. يعني هاد الايامات ولينا كنسمعوا شي حوايج اللي بزاف فيه بزاف. هذه هي الطريقه اللي طاحت بها ديك البنيه مسكينه في الروكار، اللي طاحت هي والاب ديالها باش هذا يكونوا هو عارفين بان الروكار راه هذا هو المشكل الاخوان. ديك البنيه دائما كتمشي وكتجي مع داك الشارع يوميا. دابا الواد اللي كيكون عامر، الواد ملي كيكون عامر فحال هكا راه مستحيل غتعرف فين كاين القادوس اولا شي حاجه. بعض المرات ملي كتكون شتا كثيره طايحه شنو كيوقع؟ ديك القادوس كيبدا حتى هو كيرجع لنا، يعني ما عندك كدير باش تعرفوا واش تما كاين واحد شي قادوس اولا لا. والله يرحم هذيك البنت والله يصبر والديها. وحاجه اخرى، يعني الانسان بلا ما يبقى يدير الفيديوهات ديالها، يدير الصوره ديالها، غير هضر على هذاك الموضوع ما ديرش تصويرتها. وتحياتي. غنقول لك راه لي بديت الله يرحم عقلك مباشره، غيمشي ما مشات تعوم في البحر ما مشات في الواد. وكيفاش غنقنعك بان البنيت هذه راه بقات لي في بلاصه ما فيها لا بحر لا واد، دينا ما فيهاش هذا هو المشكل. اللي هي بديت بركان وغنبقى غير دربهم فيهم حتى اللي كتمشي لنا وتجي لنا يوميا، خارجه غير من دراستها ترزينا في بنيتها بسبب الاهمال. ما تقولش لي الشتاء والتساقطات في الدار، التساقطات ما كتقلعش القوانت كتحيدهم، ولا كتحفر الطريق كدير حفره غرق فيها جبل. الا كنا غادي دوزوها بتدويزه ديال موروكا فيها خصنا عيادة النظر في المستقبل وعيادة النظر بعد المسؤول. اي بصح يعني ما خصهاش دوز هاد القضيه مرور الكرام، يعني هادو اللي السبب ديال هاد السيده باش ماتت، يعني خصهم يتحاسبوا ديال بصح علاش هذيك الحفره محفوره تما، وعلاش بزاف ديال الحوايج، علاش القادوس ما مغطيش، وبزاف ديال الامور. يعني خاص ياخذ شي قرار في هاد الناس اللي سبب هاد السيده باش ماتت، باش الناس الاخرين ما يبقاوش يديروا نفس المشكل. شوف دابا هاد الفيديو شي حاجه اللي بزاف، يعني غيجيبوا شخص عادي ها هو هاز 4 الخنشات يعني 200 كيلو، وغيجيبوا الناس اللي كيترينيو الحديد يعني اللي كيهزوا الاثقال وهذا وشوف شنو غيوقع لهم. يعني شي حاجه اللي ما مفهوماش ديال بصح. كيفاش واش هذيك الاثقال اللي كيهزوهم واش ما كيكونش فيهم نفس العبار ولا كيفاش؟ ها هو دابا 150 كيلو ما قدرش يحركها، يعني والو. شوفوا هذا باغي يهز 200 كيلو حتى هو غيبقى واحد. يعني كيفاش القضيه؟ كيفاش القضيه كيبين له كيهزوا الاطنان ديال بصح وهي 200 كيلو ما قدرش يهزها؟ ايوا اللي فاهم شي حاجه يقول لينا. دابا ها هو خنشه وحده ما يقدرش يهزها، ولكن الاخر غيهز الخناشي غيهزها يعني بطريقه سهله، هي حيتاش مولف عليها. والو. ها هو هذا يعني هذا زعما خدام معي في هذه الخدمه عادي، ها هو هز عادي بحال هاد شي رشيشه. يعني شنو السبب اللي كيخلي الناس، يعني هذوك اللي كيرفعوا الاثقال كتلقى البوطه كتجي ثقيله؟ ايوا تحياتي ليهم وصل. هادو ملي بداو نضربوا كيبكيو. اول مره في حياتي انا نعمل لايف انستغرام ونديرو انا بهاد الحاله هادي. ما كنتش باغا نخرج بهاد اللايف وما كنتش باغا نهضر وما كنت باغا نعمل والو، انما الشيء هذا اللي كيوقع في حياتي انا بدا ماشي طبيعي. دابا واحد القضيه اللي ما كتفهم لياش، يعني الانسان كيبارطاجي الحياه ديالو كلها وما بغاش يوقع ليه بزاف ديال الحوايج. يعني الا بارطاجيتي حياتك كامله مع البيبليك حاجه باينه غيوقع بزاف ديال المشاكل وبزاف ديال العراقيل في الحياه ديالك. حاجه اخرى كيقول لك بلي هاد البنت يعني بغات تسكن بوحدها وامها يعني دارت شي لايف بقات تفضح فيها وبزاف ديال بزاف. يعني الام كتكون كتساند الابناء وهذه كتساعدها باش تحطمها وصافي. شي حاجه ديال بزاف ديال بزاف. هادشي اللي بغيت نفهم انا شنو درت اللي كنسال هادشي كامل اللي تيبقى ليا. عييت انا ما بغيت نفهم شنو كندير باش يوقع ليا هادشي كامل. هادشي اللي بغيت نفهم. اودي راكم بجوج بكم ما كديروا حتى حاجه، ما كديروا حتى حاجه. انا ما فهمتش، يعني بنادم معي كيبكي ويشكي. هي هذه ما عرفاتش وهذا ما عرفش خوها ما عرفش. ايوا مشاكل تما مشاكل،
كلشي ما عرفش شنو داير في الحياه ديالو. الحاجه اللي دايرينها في الحياه ديالكم هي كتبارطاجيو حياتكم الخاصه. يعني شوف السوشيال ميديا كتبقى السوشيال ميديا، يعني ما تبارطاجيش فيها اي حاجه، حيتاش ملي كتبارطاجي فيها اي حاجه كيولي اي واحد يعطي الراي ديالو. بحال مثلا عبد النزار مع حليت عيني دخلت مصدر في في بيتك فيسبوك، كيدوق على الفئه. طلع لي البوبليكاسيون هادي، ما نقول والله تندير عليها ستوري واخا ما لا يهموني. واحد السيده مسكينه كاتبه نتوما شوفوا على البنات كيفاش كيفطروا وانا مسكينه كنتقاتل مع البانوار ديالي. انتو واش كيسحاب لكم داكشي بصح ولا شنو؟ ترى انا عشت داكشي، انا راه بلا ما نهضروا راكم عارفين انا عشت داكشي، انا عشت مع انفلونسوز اييه وحنا عارفين هذاك الشيء راه تمشي الاغلبيه تمشي. واش كيسحاب لكم بصح؟ شوف كيسحاب لكم كل نهار كنلبسوا نتقادوا الدار ديما مقاده. ترى الدار ديما 90% مرونه و 10% هذا هو مقاده. المشكل اللي بزاف ديال الناس كيحسبوهم بحال هكا، يعني كيشوفوا هذوك المؤثرين كل مره فين مره فتره في هذا الاوتيل، مره فتره هنا، مره يعني حتى شي فطور اللي خيالي، وهذيك الاكثريه كيكون عن اشارات وبزاف ديال الحوايج. يعني هما الحياه ديالهم العاديه غتلقى تقدر تكون مكفسه على الحياه ديال واحد الشخص اللي كيشوف هذوك وكيقول بلي شوف الناس كيفاش عايشين. يعني هذيك البلاصه اللي كيبان لك كيلبسوا هذا تقدر ورا الخلفيه، يعني في الكواليس راه كوارث ثم كوارث ثم كوارث، وراه كيبانوا وبزاف اللي كيبانوا وتفرشوا ديال بصح، يعني كيبينوا لك بلي هما عايشين في الاحلام، وفي الاخر بين لك بلي هما عايشين في جهنم. شوف هذا سكوب ما عمري قلتها، ما عمر الراجل اللي غنتزوج به ان شاء الله تعالى إن شاء يبان الله. في السوشيال ميديا. الله يديك اللارو وجه الخطيه. ايوا شفتوش راه الوقت قلبات وصافي. السيده ما خصهاش تبين الراجل ديالها في السوشيال ميديا، يعني شي حاجه اللي بزاف ما بقاش الراجل هو اللي ما كيبينش الزوجه تاعو، ولات الزوجه ما كتبينش الزوج تاعها. ايوا يا سلام. شي كلك على بعضك زين حلو. يا لا ومالي انت يا زينة البنات، انت يا نريد الورقة، انت يا جمالي يا كلامي مفيد، يا والله الا حافظ ديسكو، حافظ ديال بصح. المهم دابا كنصايب في الكريم الاولى راه كتجي خايبه ضروري تجيك خايبه بطبيعه الحال الاولى كتجي على اساس هي تا وحده ما غتجي زوينه. وانا ما تنديرش شي حاجه خايبه. راه دابا الحوت طالع هابط اخوتي باش تعرفوا، راه طالع هابط. بعض المرات السرجينات توصل 20 درهم فريه ما تنكذبش، ولكن انا الوقت اللي درت فيها الفيديوهات كان انخفاض وكانت واحد الوفره سمكيه وصافي. دابا كيفاش القضيه؟ يعني هما اصلا كيقول لك الحوت كيخرج ب 3 دراهم 4 دراهم الى غلى بزاف 5 دراهم. دابا اسمع اش كيقول لك. وهو بفمو كان كيقول لك يعني الحوت ما كيفوتش 3 دراهم. ايوا يا سلام. قام أكثر من 500 شخص جميل. بكسر حرمة رمضان بالأكل والشرب علنا في مدينة تيزي أوزو بمنطقة القبائل على بعد 100 كيلومتر تا شفت شي واقع في الجزائر. ليعلنوا ورفضهم لما أسموه أسلمت الدولة. ويوجد محتجين مواطنون عاديون. ترى دابا كتلقى شي قوم راه اللي بزاف، يعني نهار ديال رمضان يعني كاين واحد الشهر في العام، فهمتي؟ كاين شي وحدين كيكونوا ماشي مسلمين ولكن كيحترموا هاد الشهر، فهمتي؟ كتلقاهم عايشين هنا مثلا في المغرب ولا شي حاجه وكيحترموا هاد الشهر، وحنا الحمد لله يعني الدوله الوحيده اللي كتحترم هاد الشهر بنعمه الكريمه. يعني شوف هاد الهبال. والله الا هبال، يعني اللي خارج كياكل اللي كيكمي، وترى كليتي ولا كميتي ولا درتي اي حاجه راه ذنوبك من عند الله، ولكن الحمد لله على هذا البلد يعني ما فيهاش هذه القضيه. غير هذه تصلح بعض الجوامع، يعني هذه القضيه تصلح انسان يديرها في شي جامع، حيتاش راه شي دراري كيجيو راه لا حول ولا قوه الا بالله، وترى ما كتعرفوش جاي يصلي ولا جاي يرون الدنيا. المهم اخوان تحياتي لكم، هنا وصلنا لنهايه الفيديو. حاجه واحده الله يرحمنا ويرحم الجميع يا ربي، حيتاش كاين ريح كثيره كاين شتا كثيره. ايوا الحمد لله على كل حال. يعني شحال هذه بنادم كيقول لك بلي هذا العام راه الجفاف والجفاف والجفاف، وديما الانسان ما يقنطش من رحمه الله. وتحياتي.